اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. قولوا آمين. علشان ربنا يرحمنا ويسخر لنا من يدعي لنا بعد ما ماتنا إن شاء الله. النهاردة جايبه لكم فوائد الخس، فوائد جميلة جدا، وأظن ما فيش حد ما بيحبش الخس. أنا عن نفسي بعشق الخس وبستنى فصل الشتاء بالذات علشان الخس. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم إن احنا في الفيديو القصير إن احنا دايما بناكل العروق وبنرمي الورق، بس انا عن نفسي انا ما برميش حاجه في الخس. انا اما باكل الخس كده، الخس كله بالورق بتاعه، او باخد الورق اعمله في المحشي. يعني انا بحبه جدا، يعني احسن محشي بحبه هو محشي ورق الخس. بس ايه ليه؟ على فكرة الجسم ما بيحبش حاجة او بيطلب حاجة الا اذا كان محتاجها. دي حاجة تعرفها، قاعدة اساسية كده. الجسم لما او انت بتقول يعني نفسي في حاجه، مش انت اللي نفسك، ده جسمك هو اللي بيبقى مشتاق للحاجه ديت، ناقصه عنده، ناقص فيتامينات، ناقص بتاع، فهو اللي بيطلبها على فكره يعني. فعلشان كده بقول لكم ارجعوا للخضروات، كلوا خضروات، علموا اولادكم ياكلوا خضروات. احنا في الزمن دوت الاولاد ما بيحبوش الخضروات، حاولوا تدخلوها لها تدخلوها لهم في اي حاجه، وبالذات الخضروات الورقيه، وربنا يهديهم ويصلح حالهم. فوائد الخس بقى انه مفيد للقلب والاوعيه الدمويه، ومضاد للالتهابات، وبيقوي جهاز المناعه، وبيعمل على تحسين الهضم لان فيه الياف. طبعا الياف في الورق والياف في العروق، الياف غذائيه مهمه جدا. بيحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفض السعرات الحرارية، يعني حلو جدا للرجيم. زي ما قلت لكم تدخلوه في طبق السلطة مع الطماطم والبنجر واللفت وكله، والبصل الأخضر، كلها حاجات مفيدة للجسم. صدقوني طبق السلطة دوت سبحان الله بيبقى فيه كمية فيتامينات ومعادن رهيبة جدا احنا غفلانين عنها. علموا أولادكم ياكلوا السلطة وياكلوا الخضروات، سيبوكم من الأكل الجاهز. الله يصلح حالكم يا رب العالمين وحالنا معاكم. كمان بيحتوي على مضادات للميكروبات، بيحارب السرطان وخاصة الرئة والمعدة، بيحسن من صحة العين، ومضاد للالتهابات، وبيحتوي على مضادات للميكروبات، ومكافح لمرضى السكر، يعني اللي عندهم السكر والعياذ بالله ياكلوا خضروات كتير جدا. ودي فعلا ربنا يشفي كل مريض. يعني الدكتور قال تاكلوا خضروات كتير، تبعدي عن النشويات او تقللي منها بقدر الامكان. فاهم حاجة سبحان الله، يعني كل حاجة بتطلع من الارض، زرع من الارض بيبقى في مليان معادن، لان انتوا عارفين ان الارض فيها معادن كتير سبحان الله، فبتتنقل للزرع. الزرع اللي بيطلع من الارض ده بيبقى مفيد جدا، وكله معادن وفيتامينات وربنا يشفي كل مريض. كل خضروات، بيحسس بيعزز صحة الجلد والشعر، بيساعد على التوازن في النوم. اللي عنده أرق ياكل خس. بيحتوي على نسبة عالية جدا من أوميجا 3. الخس بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الألياف، علشان كده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطلعونا في الشتاء. الشتاء زي ما قلت لكم في ناس كتير ما بتشربش ميه كتير في الشتاء، وانا واحده منهم. انا بقى ساعات بنسى اشرب لان يعني مش عارفه، الواحد في الشتاء ما بيحسش بالعطش زي الصيف. فلما بتاكل خس فيه في كميه مياه في العروق بتاعته وفي الورق،
فدي بتعوض زي السفندي برضو في كمية مية كبيرة، فبتعوض المياه اللي انت ما بتشربهاش. بس لازم نشرب مية، لازم نشرب مية. انا عندي الولاد ده الله يصلح حالهم حاطين لي بتاع على التليفون ويذكرني كل شوية، يرن لي ميعاد شرب كوب ماء، برنامج كده. آه، ربنا يشفي كل مريض زي ما قلنا. في كمان الخاص فيه البروتين قلنا، وفي هو ما يعتبرش فيه دهون، لان علشان كده بتستخدم. اي دكتور يقول لك كل خاص لما يكون في رجيم. في فيتامين ج، وفي كالسيوم، وفي حديد، وفي نحاس، وفي معادن، وفي فيتامينات. زي ما قلنا اي حاجة بتطلع من الارض سبحان الله بتمتص المعادن والفيتامينات من الارض، فلازم أن تكون مفيدة للجسم. بيساعد في حرق الدهون اللي في الجسم. وزي ما قلنا في نسبة عالية جدا من المية اللي بتساعد على بشكل كبير في فقدان الوزن لما بتيجي تعملي رجيم، لأنه بيحتوي على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية. الخس مفيد للرجالة زي ما قلنا في الطماطم. يعني سبحان الله ربنا بيخلق لنا كل حاجة مفيدة، بس احنا اللي بنستعملها غلط، او ما بنهتمش بيها. فعلشان كده بقول لكم اكلوا اولادكم، وهعيدها لكم تاني وتالت، كتر التكرار بيعلم الشطار. اكلوا اولادكم خضار، سيبوهم من الاكل الجاهز، سيبوهم من البيتزا والحاجات اللي بتيجي من بره ديت. عايزين تعملوا لهم الحاجات دي اعملوهم في البيت مع طبق السلطة. ضروري جدا طبق السلطة كل يوم، سواء في الشتاء او في الصيف. ده احسن حاجة تديها لأطفالك. حتى انا قبل كده كنت عاملة منزلة فيديو لمحمد في الحضانة بيغنوا للسلطة. الله علينا بزيت وليمون، تاكلها وتقول ممنوع. يعني وهم يجي كل يوم يقول لي يا ماما المس بتقول لازم تاكلوا سلطة، لازم تاكلوا خضار. فهو اللي بيشجعني على السلطة كل يوم. وكمان بتعمل الخس بيعمل على خفض الدم، خفض ضغط الدم، وبيمنع أمراض القلب وتصلب الشرايين، وبيقلل من الكوليسترول الضار، وبيزيد في الكوليسترول الجيد. سبحان الله كلها حاجات مفيدة، ومفيد جدا للبروستاتا عند الرجالة، ومنشط برضك عند الرجالة، وحاجات كتير عند الرجالة. ربنا يشفي كل مريض. بيعزز صحة الجهاز المناعي، بيحمي الجسم من سبب الفيروسات. عشان كده انا قلت لكم سبحان الله ربنا بيخلق كل حاجة في ميعادها. يعني الخس بيطلع في الشتاء، بس في الكابوتشا دوت بيطلع في الشتاء وفي الصيف. بس الخس اللهم صل على سيدنا محمد بيطلع في الشتاء، عشان قلنا الفيروسات بتكتر في الشتاء. بيقلل من العدوى ومن أمراض الجهاز التنفسي. بيعالج الالتهابات والتورم، وخصوصا التهابات المفاصل. ويا رب تستفيدوا من الفيديو وتطلعوا منه ولو بمعلومة صغيرة تفيدكم. أكلوا أولادكم الخضروات والسلطة. الله يصلح حالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديو قادم مع خضار مفيد آخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جايبه لكم الخس وما أدراك ما الخس. أنا عن نفسي أنا بعشق الخس جدا، وبستنى فصل الشتاء بالذات عشان الخس، علشان أنا بحبه جدا. بس احنا فينا عادة سيئة ان احنا بناكل العروق ونرمي الورق. بس اهم حاجة الورق، لان الورق فيه زيوت
طيارة عطرية، طيارة مفيدة جدا للجسم. يلا بينا نشوف الفيديو التاني.